متغمر الجميلة، وكان بيقال زمان كان في قطار بيخترق شارع بورسعيد كان بيشتغل بالفحم، وإن محطته كانت قدام عمارة غطاس. من الحاجات الجميلة أوي اللي احنا سمعنا عنها في ميت غمر. شارع البحر طبعا طول عمر الغمراوية بيحبوا يتمشوا على شارع البحر، وهو ده المكان المفضل علشان الهدوء والجمال وشكل النيل، وناس كانت برضو بتحب تنزل تصطاد وهي موجودة هناك على شارع البحر تحت كوبري زفت. قد ايه ناس كانت برضه وما زالت تقعد بقى في مزاج رايق كده على المقاهي، ويقعدوا بقى يلعبوا الطاوله. وده كان طبعا اجدادنا ربنا يرحمهم جميعا يا رب ان شاء الله. قد ايه كانت الشوارع جميله في مدينه متغمر، وكانت الناس دايما تحب تتجول كده علشان تتسوق. وكانت طبعا في وسائل نقل بدائيه، القار والحنطور والحاجات دي زمان موجوده في مدينه متغمر. متغمر التاريخيه كانت اسواقها دايما مليانه ناس، وكان في قد ايه تسامح ما بين الناس في عمليات البيع والشراء، بالذات منطقه بقى سوق القماش وسوق القطن ومنطقه جامع الغمري ومنطقه شارع الاسمر. الله على الجمال والحاجات اللي كانت جميله بتتعلق بمنتجات الالومنيوم اللي مشهوره بيها متغمر طول عمرها. البساطه في التعاملات ما بين اهالي متغمر طول عمرها موجوده، والتاريخ بيحكي عنها. يعني شعب جميل وشعب محب لكل ما هو فيه خير وعمل طيب. الجمال والبساطة والعظمة في تاريخنا، احنا دايما كلنا بنحب بلدنا متغمر، بنحب مصر بصفة عامة، وربنا يحفظها يا رب من كل مكروه وسوء. اخوكم محمد الدرواني استاذ التاريخ بميت غمر، ونترككم مع مجموعة من الصور كده المنتقاة الجميلة. يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع، أقسى همومنا يفجر السخرية، وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع. ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع، أقسى هموم يفجر السخرية، وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع.